صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن شفيقة القبطية، أشهر رقاصة في مصر في عصرها. اتولدت شفيقة سنة 1851 في حي شبرا في القاهرة، وكانت معروفة بتدينها، وكانت دايما بتروح تصلي في كنيسة سانت تيريز في شبرا. وكان في طريقها للكنيسة قهوة اسمها قهوة الكمثرية، وشافها واحد كمثري وحبها واتجوزها. وفي سنة 1871 كان في مصر عدد كبير من الرقاصات، كان أشهرهم رقاصة اسمها شوق، وصلت شهرتها للعائلات الكبيرة، والوحيدة اللي كان مسموح لها ترقص في حفلات الخديوي. وفي مرة من المرات كانت بترقص في فرح عيلة من كبار العائلات القبطية، وكانت شفيقة حاضرة الفرح، وكان في أوضة خاصة بالستات عشان يرقصوا براحتهم. وقامت شفيقة ورقصت، وانبهرت شوق برقص شفيقة، وراحت وقالت لها إنها موهوبة في الرقص. واعتبرت شفيقة نفسها محظوظة جدا إن رقاصة مشهورة زي شوق تعجب بيها. واستغلت شفيقة حجة إنها بتخرج للصلاة في الكنيسة كل يوم، وبدأت تروح لشوق بيتها عشان تتدرب على الرقص، لحد ما جه اليوم اللي اختفت فيه شفيقة تماما وما رجعتش بيتها تاني. فضلت عيلتها تدور عليها في كل مكان من غير فايدة، وبعد 6 شهور عرفت عيلتها ان شفيقة بتشتغل رقاصة في الموالد، فبعتوا لها قسيس ينصحها ويردها عن الطريق اللي هي ماشية فيه. لكن شفيقة رفضت، لأنها كانت شايفة إنها خلاص حطت رجلها على أول طريق الشهرة، واتبرت طبعا منها عيلتها. وبعد ما ماتت الرقاصة شوق اشتهرت شفيقة جدا، خصوصا لما ابتكرت رقصات جديدة خاصة بيها. وحبت شفيقة انها تثبت لعيلتها انها لسه بتحافظ على دينها، فخلت اسم الشهرة بتاعها شفيقة القبطية. وابتدى أصحاب الملاهي يجروا وراها، وتلم حواليها الرجالة، وكل راجل معجب بيها كان بيرمي ثروته تحت رجلها. وسافرت شفيقة لفرنسا ورقصت هناك، وحققت نجاح باهر. وامتلكت شفيقة ثروة كبيرة جدا خلتها تعيش زي الأمراء. وبقت شفيقة أول ست في مصر تمتلك حنطور بيجروا 4 حصنة، وبيمشي قدامه 2 سياس يزعقوا في الناس عشان يوسعوا. ولما وصل للخديوي إن في ست مصرية بتنافس الأمر والخديوي في العظمة، غضب جدا ومنع أي واحد عنده حنطور إنه يمشي قدامه سياس. وكان من مظاهر غناها الفاحش كمان إنها كانت بتستخدم مجموعة من الخدم الإيطاليين، وكانت بتفصل لهم هدومهم عند أشهر 2 خياطين في مصر، واللي كان الوزراء بيفصلوا عندهم. وبعد كل النجاح والثروة دي ما كانتش شفيقة سعيدة، لأنها ما خلفتش، فاتبنت ولد وسمته زكي، وادته كل مشاعر الأمومة والحنان. لكن نشأة الولد في جو الخمور والرقص والمال السايب خلته شخص فاسد ومدمن خمر ومخدرات. وفي النهاية قررت شفيقة تجوزه يمكن ينصلح حاله، لكن زكي مات بعد فترة قصيرة من جوازه بسبب الإدمان، وحزنت عليه شفيقة حزن شديد جدا. وبدأت شفيقة تكبر، وبدأ المعجبين ينفضوا عنها، وبدأت تشرب خمرة وتبدد فلوسها، وكانت بتشتري الشباب الفاسدين بالفلوس عشان تحس إنها محبوبة، لحد ما خلصت كل فلوسها وبدأت تتسول علشان تاكل. وتوفت شفيقة سنة 26 وهي عندها 75 سنة.